بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. ده فيديو عشان ان شاء الله كلنا نتعلم ازاي ناخد هوا المية بتاع ال N300 او اي فان يعني عامة. يعني عشان اطلع الهوا كله من دايرة المية واتأكد ان دايرة المية عندي تمام. زي ما انت شفت الاول بحط مية في القربة، موقف واحد يحط لي مثلا مية في القربة. لو انت طبعا على طريق ولا كده لا قدر الله، هتحط انت ميه عادي وتيجي هنا تفتح المسمار العشرة اللي انا شلته ده، وتفضل مثلا واقف كده لحد ما يجيب ميه صافي. لان انت طبعا في مثلا هوا عمال يطلع على هيئة ايه، فقاعات. فاهمني؟ انا بقى بحس بالفقاعات دي ازاي؟ لما بحط صبعي كده بحس بيها وهي طالعه، لان الميه الصافي طالعه غير ما تكون مثلا فقاعات طالعه معاها، فانت بتحسها. حتى لو انت مش شايفها بتحط صبعك كده فبتحس بالفقاعات اللي هي بتاعت الهواء الطالعه. لان الحاجات دي تعمل معاك سخونيه والعربيه ايه يعني شغاله. فالمهم ان انت لازم تتاكد ان الفقاعات دي كلها طلعت، او الهواء بمعنى اصح ان هو كله طلع. وبعدين بتقوم جاي رابط هنا وتاكد ان هو تمام المسمار. شبط، اهم حاجه تشبط عدل وتكون ماسك المسمار كويس عشان خاطر ما يقعش منك. المهم انا كده كده ربطت تمام، بقوم جاي رابط، بقوم جاي طالع قدام عند القربه. تاكيد بقى، هنا تأكيد، بقوم جاي مزود مية، وقوم جاي شايل الخرطوم اللي قدام كده اهو أعلى حتة في دايرة المية كلها. وقوم جاي مثلا نافخ في القربة من فوق. أنفخ، النفخة دي بتاخد دايرة المية كلها وتقوم جاي سادد البوز بتاعه. بصوا انتوا شايفين في هوا بيطلع مع مية في الأول، فاهمني؟ قوم جاي مالي مية تاني ونافخ تاني وتالت مرة تأكيدا لأن ما يكونش فيه نسبة هوا، نسبة 1%. وبكده بفضل الله ومشيئة الله وبإذن الله يكون دايرة المية تمام التمام التمام، وكل دولة عربية مبطلة. حط برضو مية تالت وانفخ في القربة واسد البوز بتاعه واطلع المية برضو لحد ما هو يبدأ يديني مية صافي. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب اكون في التكم.